السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة. الوصفة نتاع نهار اليوم واللي هي قريوش نتاع السنبولة. بلا ما نطول عليكم نبدو مقادير مباشرة. لا نبدو بالمقادير تاع الوصفة تاعنا اللي هو القريوش تاع السنبولة. عندي هنا 4 كيلات نتاع فرينة، نعبر بنفس الكيس تاع 240 مليلتر. ها هو هنا عندي كما قلت لكم 4 كيلات. عندي مغرف كبيرة تاع خل، عندي ما زهر مع الماء باش نمو العجينة، عندي مقدار ثاني تاع دهان صولت كما راكم تشوفوا. انا استعملت هذا صولت، ها هو ذوبته وراه داير قدامكم. عندي كيس خميره مائيه بلا ما نسوق قرصه تاع ملح، ها هي غير شويه تاع ملح. نبدو بسم الله. انا نعبر 4 كيلات تاع فرينه اللي هي بالكذا الكاس. ها هو اللي الكاس الاول هنايا، ونزيدو كاس ثاني، وهنايا عندي كاس ثاني. كما قلت لكم عندي 4 كيلات، وانتم عندكم كاس صغير، كاس كيما هذا اللي متوفر عندكم تعبروا به. بغيتو كميه صغيره ديروا كاس صغير، بغيتو كميه معتبره ديروا من هذا الكاس تاع 240، ولا بغيتو تعبروا بكاس تاع ام وليد راه باين 220 مليلتر. انا بغيت نوري قدامكم باش تدو كاع التفاصيل. ها هي 4 كيلات. هنا نوخروا فرينه منا، هنا نديروا قرصه تاع ملح، ونزيدوا كيس خميره مائيه. هنا شي نخلطوا كل شيء، هاد المكونات الجافه، فرينه مع الخميره مع الملح. نجو هنايا بالسمن كما قلت لكم. هنايا عندي دهان تاع صول، نديرو كاس. ها هو الشيلات، عندكم كاس تاع سمن. خلطوا مليح المكونات. بسوا فرينه تاعكم مليح. هنا شيلات ما غاديش انا ندير بيض، هذا القريوش بدون بيض. كان يستعمل حبه تاع البيض، بصح انا باغي نديره لكم عادي بدون حبه تاع بيض. ها هو تبسس معايا. من بعد ما بسست الفرينه مليح 2 دقائق حتى 3 دقائق ما شاء الله، هي راه واجده معنا. هنا عندي جبت كاس تاع ماء كما راكم تشوفوا. هنا باغي ندير تقريبا هنا عيني ميزانيه، نتوما ديروا مغرف كبيره تاع خل. بلا ما ننسى كذلك ما زهر، ونزيد الماء بشوي شوي حتى نتحصل على عجينه متماسكه، ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه، تكون متماسكه. دوك نوريكم القوام. هنا عاد خاصها الماء، نزيد كميه معتبره من الماء. انا نلم معكم العجينه، من بعد نوريكم الماء قداش ديري، الكميه تاع الماء. هنا من بعد ما لميت عجينه، هنا كاس كاع درته تاع الماء كما شفتوا هنايا. عينكم يا ميزانكم، نتوما تشوفوا القوام تاع العجينه تاعكم. قلت لكم ما راهاش يابسه وما راهاش جاريه كما راكم تشوفوا. هذا هو القوام. انا هنايا ما عجنتهاش، راني غير لم فيها الشيرات هنايا كما راكم تشوفوا. ها هذا هو القوام. ما تعجنوهاش، غير تلموها. نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح مده ساعه نص ساعه ونجي نخدمها معكم ان شاء الله. هنا من بعد ما ريحت العجينه تاعنا تاع القريوشه هي ما شاء الله، خليتها تقريبا ساعه ريحت. نولوا العجينه تاعنا، وهنايا نقطعها كرات. نرجع هاد الكرات باش هنايا ما ينشفوناش. نبدا بالكره الاولى، وهنايا عندي هنا المايزينا كما تشوفوا. هنا المايزينا نحلوا الكره تاعنا الاولى بالحلال.
هنا تحلوها على طول. ها هي هنا ليكم، تزيدوا هنايا المايزينا، ها هي، وتطووا العجينه تاعكم كيما هاك، تعاودوا تحلوها على طول. ها هي الاولى، هذه الكره الاولى شكلتها، نعاود نغطيها باش ما تنشفناش، نديروها في الكيس بلاستيكي ونكملوا الباقي. تحلوا كاع الكرات بنفس الطريقه. هنا كل ما تحلوا الكره ديروا شويه تاع المايزين اللي هو نشا، ما تخافوش منها، نتوما تحكموا في هذه الكره الزاوجه. تعاودوا ديروا نشا وتبلعوه هكاك العجين تاعكم وتخلوه يريح. نعاود نديرهم انا في بوطون، نخليهم ربع ساعه ونولي نشكلهم. هنا نعاود نوري لكم الوصفه تاعنا. نجبدوا اول كره اللي بدينا فيها، ها هي. هنا عندي كميه تاع مايزينا، وعندي بياض البيض، وعندي هذه كرتونه شيات اللي باغي ندير بها الكريوش تاع السنبوله. عندي هنايا 16 على 10 كرتونه، نديرها 16 على 10. وبالطبع عندي هنايا جراره باش نورق بها. تحلوا الجمعه العجينه تاعكم تحلوها غير بالعقل كما كتشوفوا. من بعد لا غير تمشي لا ديروا المازينه، ديروا غير بكميه صغيره وتزيدوا تحلوها مليح. ما ديروهاش رقيقه بزاف وما تخلوهاش غليظه. وهنايا العجينه تاعنا غادي نحلها حسب الكرتونه اللي راهي وجدتها. هنا تقريبا شيلات كل كره ديري 6 حبات نتاع هذا الكريوش تاع السنبول. نتوما تشوفوا كيما قلت لكم نتوما معاها غير بالعقل. وهنايا ديروا مايزينا شويه بشويه باش ما تقطعكمش العجينه، وكل ساعه تبدلوا جهه باش ما تغبنكمش. انا نحلها غير بالعقل قدامكم. كما قلت لكم ما ديروهاش خشينه وما ديروهاش رقيقه باش ما تنحلكمش في المقله. ولا درتوها رقيقه تعرف بلي تقطع. هنا شيلات نجيبوا هنا الكرتونه تاعنا باش نعرفوا. انا مازال نزيد نورقها. نعاود نقلب على الجهه التحتانيه. كما قلت لكم تجوا معاها بالعقل. ها هي راها عندي واجده. نعاودو نشوفوا الكرتونه تاعنا. شيات هنايا تجيبوا جراره وتقلعوا هذيك الاطراف، هذيك الزياده ما ترموهاش، تعاودوا تشكلوها حبات تاع قريوش. هيا كما راكم تشوفوا هنا. نتوما تروحوا معها غير بالعقل. كما قلت لكم هذيك الكرتونه درتها 16 على 10. هيا بيكم. كما قلت لكم خواتاتي هنايا كل كره ديري 6 حبات، وهذا الزياده ما ترموهاش، تعاودوا تعجنوها وتخلوها تريح. تقريبا يديروا لكم حبات تاع قريوش. هاو واجدين.
هنا شيلات ندير الشرائح هنايا تاع بهذه شراره. ها هي عليكم يا ميزانكم. هنا تبغوا ديروا عده شرائح. هاي الحبه الاولى. تبعوا الخطوات باش ينجح لكم القريوش نتاعكم. هنا شيلات درت 12 من اشرطه. 12. لا تخافوا شيلات مقروط القريوش، عفوا القريوش يتقطع لكم ديروا بياض البيض، وثاني باش ما يتقطع لكمش في المقله. ايوا نبداو بالحبه الاولى. هيا اشرطه راها ايوا. هنا كما كتشوفوا هنا شيلات، شوفوا التشكيلات الاولى اللي تكون مبتدئه دير بياض البيض باش ما ينحلهاش الحبه، ودير هذه العمليه كما هاك، تخليها على جنب وتعاود تزاوجها. ها هي باش ما تنغبنوش ديروا خطره واحده من بعد تقعدوا تشكلوا بالوحده. نجيو للحبه الاولى شيلات كما كتشوفوا، ديروا هذه العمليه ما عندكم لا تقطع لكم الحبه. ها هي ديروا هنايا بياض البيض وتزيروا عليها هكاك، وتجيو هنايا ثاني تحت ديروا بياض البيض هنا. ها هي الحبه الاولى. ها هي الحبه، تجيبوا الحبه كما كتشوفوا تجيو في النصف تاعها وتقلبوا. ها هي هنا ديروا بياض البيض باش تبلعوا عليها هنايا ما تنحلكمش، وتعاودوا ديروا في دي جهه تحتانيه كما هاك. ها هي حبه ما شاء الله. وهذه هنا تضغطوا عليها مليح مليح في الجوانب، ولا شفتوها خشينه معكم من ومن قادرين تقلعوا هذيك الزياده كما هاك، وتعاودوا تضغطوا عليها مليح باش ما تنحلكمش في المقله. هذه هي حبه سنبوله. نعاودكم واحده اخرى. ها هي تجيو الوسط تاعها تقلبوا كما هاك. راني نوريكم شيلات بالتفصيل ممل. هنا تعاودوا تضغطوا عليها وتجيو هنا كذلك لتحت ديروا بياض البيض غير باش ما ينحلكمش القريوش تاعكم في المقله كما قلت لكم. هاو الشيلات راني نضغط مليح. ها شوفوا الزياده، تقلعوا هذيك الزياده وتضغطوا عليها مليح، ومنها ثاني تقلعوا الزياده. دوك نعاودكم حبه ثالثه. ها هي هنا ليكم ديروا العمليه باش الاشرطه يبانوا. تقلبوا هذه جهه تحتانيه وديروا لها بياض البيض وتبلعوا عليها مليح، وهذه جهه كما كتشوفوا ديروا لتحت البياض وتبلعوها مليح. شيلات هذه الجهه اللي تكون خشينه تضغطوا عليها مليح وتقلعوا الزياده. نكمل هذوك حبات ومن بعد نوريكم التشكيله. هنا شيلات هاو الحبات كاع اللي شكلتهم درتهم هنا في البلا. راني وريتكم بالتفصيل الممل هذو الحبات، ونزيد نكمل الكره التاليه ان شاء الله نقليهم ونوريكم في الاخير كيفاش خرجوا. رجعنا لكم هنايا راني نقلي في الحبات الاولين كما كنت نشيرات من بعد ما حمالي الزيت. درت هنايا كميه تاع الدريوش كما تشوفوا راني نقلي فيه. ترموا بالحبه وتحلوها بالمغرف هكاك باش هذوك الاشرطه ينحلوا وتجي حبه باينه. هنا نكمل كاع ديك الكميه نقليها ان شاء الله نعسلها ونوريها لكم. كما تشوفوا هنايا تحلوا بالحبه، تحلوا ديك الاشرطه غير بالمغرف هكاك. هاي الاشرطه تحلوها هاك بصح عندكم تحلوا كاع الحبه. كتشوف الشيلات هنايا من بعد ما قليت القدوش تاعي درت هنا في العسل. طبعا هذا اللي في العسل هو الجنجلان. ها هي نديرها في كسكاسي كطر، من بعد ندرج عليه الجنجلان وتشوفوا ان شاء الله في الصحن تقديم.
وفي الاخير هذه هي النتيجه كما كتشوفوا خواتاتي. نتيجه ما شاء الله. نتمنى ديروا لنا الجيم والاشتراك وتدخلوا تشوفوا الفيديو وديروا لنا تعليقات شابه.